ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وسلامه. النهارده بقى يا حبايبي هنعمل كشري المصري بجمال خالص بطريقه سهله وبسيطه خالص وهتحبيه. معانا هنا يا حبايبي بصل ابيض انا مقطعاه كده. هنمسك ده يا روحي هنفككه كده، مش هنسيبه ايه على بعض، هنفككه كده اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي. الاول مره تشوفوني اعملوا اشتراك كده حلو من ايديكم ولايك حلو كده من ايديكم عشان تشجعوني يا حبايبي ان انا انزل لكم فيديوهات. واهم حاجه صلوا على النبي. بسم الله. صلوا على النبي يا حبايبي. انا حطيت هنا اول معلقه نشا، هنحط كمان معلقه كمان اهو. صلوا على النبي. هنغلف البصل كلته يا حبايبي بالنشا. معنا هنا يا حبايبي طاسه على النار سخنتها اهوت، يعني دافي كده، وهننزل بالبصل بتاعنا العسل ده انا غلفته بالنشا عشان. وبعد ما احمرت وبقت عسل كده يا حبايبي هنشيلها هنا يا حبايبي. والزيت ده بقى هنعمل بيه كل الحاجات الحلوه اللي احنا نعملها. صلوا على النبي كده يا حبايبي، سموا الله. اعملوا كل حاجه بحب ولايك كده، شجعوا منوره وصلوا على النبي. معانا هنا يا حبايبي بصلايه كده وسط اللهم صل على النبي، واربع فصوص توم يا روحي. هننزل بقى بالزيت اللي احنا عاملينه يا قلبي اهو بالصلاه على النبي، والزيت سخن. وبعد ما تبدا تصفر معانا كده يا روحي، بعد كده يا روحي هنحط دي نص معلقه كزبره اهيت. هنبدا ان احنا بس ايه نديها طعم كده وريحه جميله خالص بالصلاه على النبي. وبعد كده يا روحي ننزل بالطماطم الفريش بتاعتنا القمر دي انا ضربها في الخلاط ومصفياها يا قلبي اهو. تشيلي كل حاجه فيها بالصلاه على النبي. معنا هنا يا حبايبي معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه بهارات السبعه، معلقه بابريكا يا قلبي ومعلقه كمون، واحده ماجي. انت حابه يا روحي تزودي براحتك. والطماطم انا بحب اعملها فريش، ما بحبش ان انا اضيف ايه الصلصه والحاجات دي عليها، بحب تبقى كل حاجه طازه كده وحلو. وبالف هنا لكم يا حبايبي. هنكمل بقى يا حبايبي بزده الزيت يا حبايبي بتاع الايه بتاع البصل اللي احنا بنشا يا روحي. هنبدا نحط الشعريه كده بالصلاه على النبي، هنحمرها. بعد ما حمرتها يا حبايبي وبقت اللون الاصفر الجميل ده، هننزل بقى يا روحي. هنا معانا رز اهوت، انا ده رز يا حبايبي وعليه عدس اصفر على حسب ما انت بقى يا روحي ما حابه تعملي الكميه بتاعتك. والف هنا. معانا هنا يا حبايبي ربع معلقه ملح او نص معلقه حسب الكميه يا روحي اللي انت هتحطيها. وهننزل بالميه بتاعتنا العسل ديت. اللهم صل على حضره النبي محمد. هتعقديه يا روحي عادي خالص زي اي رز عادي خالص بتعقديه اهو. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي اهو. اللي على الوش ده يا روحي ده بصل، ده بصل يا روحي، لان طبعا احنا عاملين بالزيت اللي ايه بتاع البصل او يا روحي تعقديه يبقى جميل خالص كده. ويبقى كده خلصنا المرحله الثانيه. معانا هنا يا حبايبي بقى هنعمل الدقه. ماشي يا حبايبي بالصلاه على النبي. معانا هنا في 4 فصوص توم انا دقيتهم. هننزل كده بمعلقه الزيت برده اللي بتاعي برده الايه البصل بالصلاه على النبي. هنحط هنا يا حبايبي بقى ايه نص معلقه كزبره. هنبدا ان احنا بس نديها لون كده دقيقتين بس يا روحي اهو بالصلاه على النبي. هننزل بقى يا روحي هنا إيه اللهم صل على النبي بنص كوبايه خل يا روحي. وبعد كده يا قلبي نص كوبايه ميه. حبايب قلبي لسه الصلصه على النار. انا نسيت يا روحي اقول لكم ان لازم نحط ايه معلقه سكر على الصلصه يا حبايبي عشان الحموضه. ماشي يا روحي. بعد كده اما ادوبها هنزل بقى يا حبايبي بالصلاه على النبي بمعلقتين صلصه كده على الايه على الدقه بتاعتنا القمر دي اهو يا روحي، عشان ايه ما تبقاش لونها ابيض كده اهو بالصلاه على النبي. صلى على النبي يا حبايبي. لو وصلتوا بقى مع المنوره لحد هنا يا ريت تعملوها كده اشتراك في القناه وتدعموها كده بلايك وكومنت كده حلو من ايديكم اهو. شايفين يا حبايبي ايه رايكم في الجمال العسل ده؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي في الجمال ده؟ حابه يا حبيبتي تحطي شطه براحتك، انما احنا ما بنحبش الشطه يا قلبي. معايا هنا يا روحي معلقه كمون مع معلقه فلفل معلقه ملح بس يا روحي. انت حابه تحطي شطه بقى براحتك. هنسيبها بقى يا حبايبي تغلي كده مع بعضها كده 10 دقايق. معانا هنا يا حبايبي انا عصرت 4 ليمونات. حابه تعملي نص كوبايه ليمون عادي بس من غير سكر اهو. انا عصرته بس كده بس يكفي ان ايه ان انا عصرته. ماشي يا روحي اهو. اهم حاجه يا حبايبي الليمون مع الدقه بيخليها كده لها ريحه جميله كده ومميزه. معانا هنا يا حبايبي الميه بدات تغلي. هنحط نقطه خل كده صغيرين. حطينا يا حبايبي شويه خل كده صغيرين وهنحط نص معلقه ملح. ده عادي يا حبايبي عشان الميه كانت بتغلي. لازم الميه يا روحي هتعملي فيها مكرونه لازم الميه تسخن خالص، ما ينفعش تعملي المكرونه والميه ايه مش غليانه قوي. ماشي يا قلبي. هننزل بالمكرونه كده بتاعتنا. هننزل بدي الاول يا روحي نستنى كده ثانيتين وبعدين ننزل بالتاني. استنينا كده يا روحي قيمه دقيقتين وبعدين هننزل بالمكرونه الاسباجيتي. انا طلعت 2 بس يا روحي اهو بالصلاه على النبي. هنا بعد ما سلقتها يا روحي وبقت عسل كده تعرفوا ازاي يا روحي ان هي بقت حلوه اهو. مش عارفه هتبقى واضحه لحضراتكم ولا لا ان هي يعني بتبقى ايه فيها خط ابيض كده يا روحي كده خلاص ايه بقت كويسه.
دي بعد ما صفينا المكرونه يا روحي بنفس الزيت اللي ايه اخر حبه زيت معانا. هننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا القمر ديت بعد ما صفيناها وغسلناها. بعد ما قلبتها يا حبايبي في الزيت والله بقت ريحتها جميله خالص من الزيت من بتاع البصل يا روحي اخر حبه اهو. هنسيبها بقى يا حبايبي لمده ايه 5 دقايق كده تتبخر بس يا روحي. ساعه ما تعمل بخار كده تبقى حلوه خلاص، هي ربت وبقت جميله. الف هنا وصحه على قلوبكم يا حبايبي. ما تنسيش يا روحي توطي على البوتاجاز. ايه رايكم بقى يا حبايبي بعد ما خلصنا؟ ايه رايكم في الجمال الصلصه بتاعتنا الجميله ديت اهو بالصلاه على النبي. والمكرونه بقت عسل اهيت ومفرفره. شايفين يا حبايبي لما بتردها بتبقى جميله ازاي، وبتاخد ريحه البصل بقى وبتبقى عسل خالص بالصلاه على النبي. ومعانا الرز بقى جميل المفرفر بتاعنا العسل ده اهو مفرفر الجميل بتاع العدس الاصفر يا جماعه بيبقى جميل خالص اهو يا حبايبي. وبالصلاه على النبي الشوربه بتاعتنا بقت عسل اهيت. الدقه بتاعتنا العسل اهو. شايفين بقى يا حبايبي النشا بقى يا حبايبي بتبقى خليها عامل ازاي؟ سامعين الخروشه ولا ايه اهو؟ ايه رايكم؟ لو وصلتوا بقى لحد هنا تنسوش بقى تعملوا لي لايك كده حلو من ايديكم، تعملوا لي كده تشجيع ليا، تشتركوا في القناه عشان تنوروني. هنا بقى يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي العدس ده يا حبايبي انا نقعته وبعدين سلقته. ومعايا برده الحمص هنا يا روحي انا برده نقعته وبعدين سلقتها يا روحي. حابه انت تعملي حمص براحتك، مش حابه براحتك، ماشي يا قلبي. معانا هنا يا حبايبي هنجهز طبق كده عسل كده معاكم. هنحط الرز وهنحط المكرونه بالصلاه على النبي. وحطينا يا حبايبي وحطينا بالصلاه على النبي يا روحي العدس والحمص. هنحط بقى ايه الصلصه بتاعتنا القمر دي. صلى على النبي كده يا روحي اهو بالصلاه على النبي. الف هنا وشفا لكم اللي يجرب طريقتي اهو يا روحي. حبه بقى انا في بيحب الدقه وفي ما بيحبهاش، فاحنا ايه هنحط اهوت حبه برده صغيرين اهو. صلى على النبي كده يا قلبي اهو. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الجمال ده؟ هنحط بقى ايه البصل بتاعنا المقرمش الجميل ده اهو. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم بقى يا حبيبي في الكشري بتاعي النهارده؟ الكشري الجميل كده وسهل ومش هياخد منك وقت. لو جربتوا طريقتي يا حبيبتي ما تنسيش بقى تدعي دعوه كويسه وتعملوا لي كده اشتراك في القناه وتدعموني وتعملوا لايك كده حلو من ايديكم يا روحي عشان يوصلكم كل جديد وشجعوني يا حبايبي ان انا اعمل فيديوهات. ماشي يا حبايبي واسيبكم بقى في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.